أود أن أقول لحضراتكم بأن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الطاعة، وله من الخصائص ما ليس لغيره من الشهور. يعني الله جل جلاله تفضل وتكرم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر الكريم، وأودعه من الخصائص ما لم تكن لغيره من الشهور الأخرى. فهو شهر القرآن وشهر الصيام. شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل شهر رمضان يحتفي حفاوة خاصة بهذا الشهر المبارك، ويقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. خلي بالك، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي لفظ مسلم: فتحت أبواب الرحمة. وأنا لا أريد أن أتوقف عند هاتين اللفظتين، فتحت أبواب الجنة وفتحت أبواب الرحمة، لأن هاتين اللفظتين بلا مبالغة تحتاجان إلى لقاء كامل. يعني إيه فتحت أبواب الجنة؟ ويعني إيه فتحت أبواب الرحمة؟ موضوع كبير. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة، وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة. وفي رواية الترمذي بسند حسن: إذا كان أول ليلة من رمضان، اللهم بلغنا إياه، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن. صفدت أي سلسلت وقيدت، صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، يعني حتى ينقضي رمضان. يا له من فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كل عمل ابن آدم له، عن رب العزة في الحديث القدسي: وسنعيش معه ليلة كاملة إن شاء الرب العلي، في مشكاة الأنوار. قال عليه الصلاة والسلام عن رب العزة في الحديث القدسي، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث الجماع أو الفحش من القول والفعل، فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم